مانشستر يونايتد يبحث عن بديل لسفيان أمرابط. لم ينجح الدولي المغربي سفيان أمرابط متوسط ميدان مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم في تقديم ما كان منتظرا منه بقميص الشياطين الحمر، الأمر الذي قد يدفع إدارة النادي إلى البحث عن بديل له في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. موقع جول أكد أن مسؤولي مانشستر يونايتد قرروا البحث عن بديل للأسد الأطلسي أمرابط بعد الصعوبات التي وجدها في فرض مكانته ضمن التشكيلة الرسمية للهولندي إريك تين هاغ مدرب الفريق الإنجليزي الذي سبق أن جاور أمرابط في الدوري الهولندي قبل سنوات. وأوضح المصدر نفسه أن مانشستر يونايتد لم يعد يفكر في التعاقد مع أمرابط بشكل نهائي بحكم أنه يدافع عن ألوان الفريق بنظام الإعارة قادما من فريق فيورنتينا الإيطالي لموسم واحد. وشارك أمرابط صاحب 27 عاما في 13 مباراة مع مانشستر يونايتد هذا الموسم في جميع المسابقات، كما خرج بديلا مع بداية الشوط الثاني في أكثر من مناسبة، ما يطرح علامات استفهام حول اقتناع إيريك تين هاغ بمستواه. يشار إلى أن عقد أمرابط مع فيورنتينا الإيطالي يمتد إلى غاية صيف سنة 2025، وقد يستجيب الفيولا لأحد الأندية التي تسعى إلى الاستفادة من خدماته بداية من الموسم الكروي القادم. قال سعيد شيبة مدرب المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة إن اختياره للاعبين المشاركين في مونديال إندونيسيا يراعي معيار الجاهزية، مضيفا في حوار خاص مع هيسبورت أن العديد من الأسماء الجيدة غابت عن لائحة المنتخب بسبب عدم الجاهزية، أبرزها آدم آزنو لاعب بايرن ميونخ الألماني. وأشار ربان الأشبال إلى أن الباب يبقى مفتوحا في وجوه اللاعبين المغاربة في جميع الدوريات، وتابع قائلا يجب علينا أن نكتسب ثقافة المشاركات المونديالية مثل المنتخب الألماني المتشبع بالتجارب في كأس العالم وفي أوروبا. ولفت شيبا إلى أن المنتخب المغربي كان بإمكانه الوصول إلى أبعد نقطة في كأس العالم لولا جزئيات بسيطة، مضيفا أن المنافسة الإفريقية أصعب من العالمية في الفئات السنية، ومنتخبات القارة السمراء متفوقة جينيا علينا، وعلينا الاشتغال على الجوانب البدنية من أجل مجاراة الفرق الإفريقية. وبخصوص فلسفة لعب المنتخبات الوطنية قال شيبة هناك أفكار بالتوجه نحو الأشياء الجماعية مع تحديد تفاصيل اللعب. وفيما يتعلق بلائحة المنتخب في مونديال إندونيسيا، أوضح مدرب المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة أن نسبة التمثيلية المحلية أو الخارجية تختلف حسب نوعية المنافسة. وبخصوص اللاعبين المدعوين للمونديال، تمت المنادات أكثر على اللاعبين الجاهزين، وبالأخص الذين يمارسون في الدوريات الأوروبية لأنهم يلعبون على مستوى عال. وتابع فضلت اللاعبين الذين يمتازون باللعب في أكثر من مركز، وحصلنا على منتخب متوازن، ومرحبا بأي لاعب لديه الرغبة في تمثيل المغرب. أما بالنسبة للأهداف المستقبلية للمنتخبات الوطنية للفئات السنية، فقال شيبة يجب التركيز على المشاركات في الفئات السنية، والتكوين في المغرب يمر بشكل جيد، ونتمنى ألا نضع ضغوطات على الأجيال المقبلة، والأهم هو الحضور والتواجد في المحافل القارية والدولية باستمرار، ولعب أكبر عدد من المباريات. وأضاف أن الفكرة السائدة أن الإطار الوطني يلجأ إلى الدفاع خاطئة، فالمدرب المغربي يحدد الخطة حسب نوعية اللاعبين. وبخصوص تألق الكرة المغربية، أوضح شيبا أن الإنجاز الرياضي إرادة سياسية، واختيار فوزي لقجع ليس اعتباطيا، وهناك دينامية جديدة، وسقف الطموحات ارتفع. واختم قائلا هناك تواصل دائم داخل الإدارة الوطنية، وكل مدرب مسؤول عن فئته. وبالنسبة لمشاركة المنتخب الأول في كأس إفريقيا، أتوقع مشاركة صعبة، لكن لدينا الثقة في جميع المكونات. وفيما يتعلق بالمنتخب الأولمبي، قام عصام الشرعي بعمل كبير، وأظن أن إقامة الأولمبياد في فرنسا مكان مناسب للاعبين للتألق. يتجه نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم إلى البحث عن حارس مرمى جديد للتعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد إصابة الألماني أندري تير شتيغن الذي يعاني من آلام في الظهر قد تفرض عليه إجراء عملية جراحية. صحيفة سبورت الإسبانية أكدت أن البلوغرانا يضع قائمة من 5 حراس مرمى للتعاقد مع واحد منهم في الميركاتو الشتوي المقبل، بينهم الدولي المغربي ياسين بونو حامي عرين الهلال السعودي، على الرغم من صعوبة المهمة.
وأوضحت الصحيفة ذاتها أنه سيكون من الصعب أن يعتمد برشلونة خلال هذه الفترة على إيناكي بينا وحارس آخر من الفريق الرديف، ما يفتح الباب أمام التعاقد مع حارس مرمى جديد على الرغم من الأزمة المالية التي يمر منها الفريق. وأشار المنبر الإعلامي الإسباني عينه إلى أن ديفيد دي خيا الحارس السابق لمانشستر يونايتد أحد الأسماء المناسبة لبرشلونة، لا سيما أنه صفقة مجانية، لكن هناك منافسة حاليا من جانب نيوكاسل يونايتد إضافة إلى آرون رامسديل حارس أرسنال، علما أن ميكيل أرتيتا يرفض رحيله، كما يضع برشلونة كاسبر شمايكل في دائرة اهتمامه للتعاقد معه، خاصة أنه من الأسماء التي تحظى بثقة كبيرة من مسؤولي الفريق، إضافة إلى رومان بوركي الحارس السابق لبوروسيا دورتموند.